اهو يا جماعة. انا كنت هعمله في صينية فخار، بس قلت اغير طبعا. عملته في طاجن جرانيت. الطبخة التانية، دي بصلة كبيرة حطيتها على شوية زيت كريستال، ولحمة زي ما احنا شايفين كده يتحمروا مع بعض. طبعا الموضوع اللي انا كنت عايزة اتكلم فيه التاني، اللي هو موضوع قابلني بصراحة وكنت عايزة اتكلم فيه. اللي هو يعني هو واحد اتجوز وخلف. عفوا. خلف، يمكن يعني خلف الحمد لله 4 عيال. فهي طبعا كانت ست كويسة جدا، ست ممتازة جدا جدا. كانت ست ممتازة ومؤدبة، وطبعا أنا أعرفها يعني. هي كانت صديقة ليا، وهي مدرسة، وكانت بصراحة يعني ونعم الإنسانة، على خلق، متدينة وبتصلي وعارفة ربنا. بس هو جوزها كان يعني طباعه مش كويسة، إنسان عصبي، بيتخانق على طول من غير أسباب. مفيش أسباب للخناق، بس هو مجرد إن هو يجي من بره عصبي. احنا يا جماعة عارفين طبعا، احنا عذرين أي راجل في الدنيا إن هو بيجي من بره بيتعصب عشان مثلا شغله، عشان مثلا محدش عارف بيبقى فيه ايه بره معاهم، بس بيبقى العذر مش على طول. يعني انت مش طول حياتك ولا طول عمرك من ساعة ما اتجوزتك وانت كده، لا. لما يبقى طبع بقى يبقى لا، ما ينفعش ان انا اتحمل. لكن هي اتحملته، وكانت النتيجة انها كانت بتاخد كل ده على نفسها وجواها، ما كانتش بتقول لحد. يمكن اختها ما كانش تعرف، باباها ما كانش يعرف، طبعا مامتها الله يرحمها هي اللي كانت تعرف. بس يعني اصدقائها القريبين ليها بس، يعني هم اللي كانوا يعرفوا، لان هم شافوا ده لما كانوا بيبقوا عندها. وهو كان غلط من جوزها طبعا ان هو يعمل كده قدام اي حد، بس يعني ربنا يرحمه ويرحمها طبعا، ويرحمنا كلنا برحمته. في شوية دوش انا نسيت احطهم بصراحة، بس هحطهم دلوقتي. طاجن البامية بعد ما ان شاء الله تتسبك كده ويعيشوا نحط البامية عليهم من فوق. اهو يا جماعة انا حطيت بصل حلقات مع اللحمة اهو، وهسيبها اشوحها كده شوية لغاية ايه ما تدبل معاهم تتحمر. صدمة شوية. وطبعا انا كنا جهزت الطماطم المضروبة جنب مني طبعا. اللحمة لها بايه مع التحمير مع البصل. هكمل الموضوع اللي انا كنت بتكلم فيه. طبعا هي الله يرحمها طبعا ماتت. سبب موتها ايه بقى؟ ده الموضوع المهم اللي انا عايزه اتكلم فيه، انه هو كان طبعا هي في حاله حزن شديد من المعامله اللي بيعملها بيها من غير اسباب، لان هو طباعه كده مش هيتغير. فطبعا من كتر الحزن اللي هي فيه تعبت، يعني توفاها الله، تعبت وماتت الله يرحمها. يعني نحسبها عند الله شهيدة. انا من الناس بصراحة اللي زعلان عليها الحالة دي اللي جت قدامي بصراحة، مش عشان هي صاحبتي بس، لا، عشان هي انسانة في الاول وفي الاخر. احنا بشر. حرام تعمل في مراتك كده، يعني ام عيالك. وبعدين هو بعد هي ما ماتت طبعا هو عرف بذمتها، عرف ازاي هي كانت شايلاه وشايله البيت على كتافها وشايله ولادها. وبصراحه هي ولادها متفوقين جدا، وسبب التفوق بتاعهم هي.
كانت بتذاكر لهم وتوديهم الدروس وتوديهم المدرسة بحكم شغلها انها مدرسة. كمان كانت بتدخل دخل يعني، وسيبك انت من الدخل، يعني هي كست محترمة ومؤدبة ومتدينة وعارفة ربنا وبتصلي ويعني انجبت لك ولاد انت تفتخر بيهم، معلمهم تعليم عالي الحمد لله يعني. وكانت مهتمية جدا ببيتها ونظافة بيتها ونظافة ولادها، ومهتمية جدا بيه هو، يعني على كل اللي كان بيعمله معاها كانت بتجيب له هدايا بصراحة كانت بتعمل حاجات كتير يعني، الله يرحمها يعني. كمان المعاملة بتاعتها للناس اللي حواليها والأهل بيتها والأصحابها والأهلها ولأي حد كان يعرفها كانت معاملتها كويسة جدا. فأنا بوصفها بصراحة بالملاك، إن فيه بشر يا جماعة، في بشر بيبقوا ملايكة وفي بشر شياطين، فهي كانت من البشر الملايكة بصراحة، لأنها كانت معاملتها كويسة وما كانتش بتتدخل في شؤون حد. فهي الله يرحمها بصراحة أنا استوقفني حاله بعد هي ما ماتت، إني بسأل عليه أصحابنا وكده وصحباتنا طبعا، فبيقولوا لي حالته مش كويسة خالص، هو حزين عليها طبعا، والولاد يعني مغلبين وتعبين يعني. الأم طبعا كلنا عارفين هي اللي بتربي وهي اللي بتفهم الطفل، سواء كبير او صغير، بنات صبيان، فهي اللي ملمه بكل الحاجات دي. في حاجات البنت ما تقدرش تقولها لابوها، تقولها لمامتها بس. طبعا البنات والصبيان مغلبين وتعبين وهو عارف قيمتها. كمان احتياجاته كراجل، احتياجاته في البيت، النظافة، الغسيل، التنظيف، الطبيخ، يعني ما تخيلش ابدا ان يتقال لي ان هو اللي بيطبخ وهو اللي بينظف وهو اللي بيخدم عياله، يعني بيعيط عليها، حزين عليها، لانها هي اللي كانت شايله عنه كل الهموم دي. يعني كان بيقول اتمنى انها ترجع تاني، يعني بيقول لاهله اتمنى ان هي ترجع تاني وانا اعملها معامله طيبه ومعامله كويسه ومعامله حلوه، لاني انا سبب من الاسباب في موتها. هو انت مش سبب من الاسباب في موتها ولا حاجه، هو كل نفس ذائقه الموت، وكل واحد بيموت في اللي ربنا كاتبه له، بيموت في الساعه والدقيقه اللي هو ربنا كاتبه له، هو العمر بيخلص. لكن في اسباب للوفاه او للحزن، الحزن هو اللي قتلها. يعني المفروض الجواز ده بيبقى يا جماعه بالمعروف، يعني المفروض يبقى فيه معروف ورحمة بيننا وبين بعض. مفيش حاجة اسمها عشان انا راجل يبقى انا لازم اعمل كده، لا، هي الرجولة مش انك تزعق، مش انك تتعصب، مش انك تتخانق من غير اسباب، لا، الرجولة حاجات تانية كتير، حاجات حلوة كتير. ما كانش ربنا قال في الجواز عامة ان في رحمة ومعاشرة بيننا وبينهم، يبقى في رحمة بين الست وجوزها. في على فكرة الست بعد ما بتتجوز، البنت بعد ما بتتجوز بتبقى طبعا خلاص هي اتجوزت وبقى لها حياتها والتزام وكده، بس بيبقى جوزها ده هو مكان ابوها بجد، بيبقى مكان ابوها، هو ابوها، هو اخوها، هو كل حاجة ليها في الدنيا. فكان لازم يفهم ان هي هو كل حاجة بالنسبة له، وهي برضو كل حاجة بالنسبة له بعد الأهل. فمن المفروض الحياة تتبني على الرحمة والمودة والألفة والسكينة والهدوء. كلنا بيحصل في بيوتنا على فكرة تاتشات وعصبية وخناق، بس مش بالشكل ده، مش بالشكل ده. يعني كل واحد ليه قدرة على الاحتمال، وكل واحد ليه صبر، يعني دي ربنا يرحمها بصراحة، يجعل لها كل حياتها حسنات، لان في ستات فعلا مش بتصبر. يعني في ستات عرب، ستات ان الست لو جوزها عملها بالشكل ده فتطلب الطلاق، خلاص انا مش عايزه، حتى لو كان في ولاد. في ستات ما بتستحملش، يعني تقول لك لا خلاص انت مش بتعاملني كويس. تيجي دلوقتي طبعا
اهو بصب الطماطم اهو، خلاص كده تمام. سيبها تعيش مع نفسها اهو. فحرام والله بجد، حرام اللي بيحصل ده، تقلاه في الستات. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وصفنا فيما معناه بالقوارير. القارورة اللي هي كوباية مثلا من الفخار، لما بتتكسر ما بترجعش تاني، فانت بتكسرها. الست لو اتكسرت مش هترجع تاني، معلش، مش هترجع زي الاول. فتقول الله في زوجاتكم، في ولادكم، تقول الله في نفسكم اولا. راعوا ربنا في كل حاجة. حرام ست تتعلم وابوها يصرف عليها وتتعلم وتتجوز وتخلف وتتعب وتتجوز وتبقى عايزة تفرح. يعني هي الواحدة بتتجوز ليه؟ بتتجوز عشان تفرح مش عشان تحزن. فإنها تموت بسبب الحزن من جوزها، لا، حرام والله، حرام، حرام فعلا، حرام عليك. انت فقت وندمت، بس بعد فوت الأوان، بعد هي ما ماتت خلاص، يعني انت مش هتعرف ترجعها تاني. فأنا بقول يا جماعة، يا ريت الناس تاخد عظة من اللي انا بحكيه ده. في على فكرة فيه حاجات كتير اكبر من اللي انا بقوله، قصص كتير اكبر من اللي انا بقولها، بس يعني حرام ست تموت وهي لسه صغيرة في الثلاثينات، يعني عندها بتاع 38 سنة، لسه ما فرحتش بولادها، لسه ما جوزتش حد. حرام يعني، والله حرام تموت بسبب الحزن. الحزن ده بيقتل على فكرة. يعني في ستات كتير بتبقى زهور متفتحة والحزن هو اللي بيقتلها. الحزن من جوزها هو اللي بيقتل الست. بعد ما بتكون الست واردة مفتحة ومهتمية بنفسها وجميلة جدا، تبتدي تهمل في نفسها وتدبل يوم ورا يوم عشان جوزها بيعاملها وحش، جوزها منغص عليها حياتها، جوزها بيضربها، جوزها بيغلط فيها ومن غير اسباب. هو بيبقى في ناس، بيبقى في احيانا بيبقى في اسباب، مش هقول لا، وفي كتير قوي زي الحالة اللي انا بقولها دي شفتها قدامي من غير اسباب، مجرد ان هو طبعه كده. مفيش حاجه اسمها طباعه كده على فكره، المفروض هو كان يغير من نفسه، بس خلاص يعني هو بعد فوات الاوان، الاوان فات خلاص، الوقت عدى عن ندم. ان هو حتى ندمه دلوقتي مش كويس، خصوصا ان هو اتجوز، يعني هو راجل اتجوز وجاب ست عشان تربي الاولاد. كان هدفه الاول والاخير انها تلم البيت وجايبها طبعا عشان البنات والصبيان وكده ولاده. فطبعا هي طلبت انها تخلف، لان ده هو حقها انها تخلف. فطبعا هو كتر خيره بصراحة، سمح لها انها تخلف، بس هي ما كانتش كويسة ولا مراعية ربنا في الولاد دول، ولاد جوزها، لانها فكرت تفكير خاطئ ان هي عايزة حياة ليها هي لولادها. خلفت ولد وبنت وخلاص كده، هي عايزاه كده ليهم هما بس. طلبت انها تعيش بعيد عنهم، طلبت ان هم يعني هو يسيب ولاده. فما ينفعش اصلا يعني يسيب ولاده اليتامى ازاي؟ يعني ما هم كده ما لهمش حد غير ربنا، بعد ربنا سبحانه وتعالى ابوهم. فازاي يا ستي انت، يعني يا حبيبتي، انت ربنا يخلي لك ولادك اللي معاكي، كان المفروض تفكري وتحطي مكانك انت في مكانهم، تعيشي شعورهم، احتياجاتهم، ان هم محتاجين للاب، لان هو بعد الام خلاص، بعد الام مش موجود غير الاب، فهم ملهمش غير ابوهم. فما ينفعش حضرتك تطلبي كده. فطبعا اللي حصل انها قعدت كام سنة، 5 سنين او 6 سنين، وبعد كده طبعا هو رفض عشان هو مش هينفع يسيب ولاده ويعيش معاها هي وولادها بس. فطبعا طلبت الطلاق واتطلقت. فطبعا عرف قيمة اللي كانت معاه، الله يرحمها طبعا.
بس يا جماعة احنا ليه يعني بنعمل في نفسنا كده؟ يعني احنا ليه بنوجع نفسنا كده؟ وليه نبقى سرقانة السكينة ونتعصب ونتخانق ونضرب ونكسر و... واللي بتحبنا مثلا او اللي بيحبنا بعد ما يموت نعرف قيمته؟ ما هو خلاص مات، ما انت كنت السبب في موته. يعني انا اسفة، معلش انا بتكلم بس غصب عني، عشان انا صعبان عليا هي الله يرحمها، وصعبان عليا اولادها بناتها واولادها الصبيان، صعبان عليا هو على فكرة. في الاول وفي الاخر هو راجل، وبصراحة يعني هي شيلة كبيرة عليه، يشيل بيت ويشيل أولاد وبنات وصبيان، والبنات همهم أكبر وأكتر لأنهم هم محتاجين أم. يعني في حاجات البنت بتحتاجها، تحتاج أمها فيها أكتر من الأب، ما ينفعش. ف... يعني ربنا يعني يتولاهم برحمته، ويتولاه هو في الندم اللي هو بيندمه ده. لأن على فكرة الإنسان لما بيكون ظالم حد، وخصوصا مراته، وتموت بسببه، فبيبقى عذاب الضمير أكتر بكتير قوي. تأنيب الضمير، إنه ما يعرفش ينام، ما يعرفش يشتغل، دايما فاكرها في كل موقف يتعرض له من ولاده، بيفتكرها. آه، اي حاجة هو بيعيشها مع اولاده، آه، في في اي حاجة، في اي مشاكل بتاعتهم، مدارسهم، مذاكرتهم، دروسهم، فبيحس ان هي كانت شايلة عنه هم كبير. هي كانت شايلة عنه حاجات كتير قوي، هو في حاجات كمان ما كانش ممكن يعرفها، هي كانت شايلاها عشان ما تعودش الهم او تشيله الهم. كلنا بنعمل كده على فكرة في بيوتنا. آه بعد الأم، على فكرة النهاردة عيد الأم، كل سنة وكل أم طيبة، وكل الأمهات كلهم طيبين. على فكرة الولاد دول يوم عيد الأم بيروحوا يجيبوا هدايا اللي كانوا بيجيبوها لمامتهم، يشيلوها لها، يعني على أمل إن هي عايشة. يعني هم فاكرينهم، معلش أنا متعاطفة معاهم، بس انا بحط نفسي مكانهم، لان الام دي مكانتها عظيمه طبعا. فانا والله صعبان عليا الولاد. يعني النهارده في عيد الام بتبقى كل واحده بتجيب لمامتها هديه عيد الام وتفرحها بيها، فهم كانوا بيبقوا نفسهم مامتهم تبقى معاهم، بس هو قضاء ربنا وحكم ربنا. هي في مكان طبعا احسن بكتير من اللي احنا فيه، يعني هم في دار الحق واحنا في دار الباطل، ونسأل ربنا انه يرحمنا برحمته، وربنا يرحمها ويغفر لها هي واللي زيها بصراحة. انا اسفة معلش طولت عليكم، بس معلش حقكم عليا ان انا اتكلمت. احنا كده خلاص، يعني هي صينية اللحمة بحلقات بالبصل المفروم. انا فرمت بصل الاول زي ما انتوا شفتوا كده. هجيب الملح دلوقتي والفلفل الاسود والكزبرة الناشفة عشان احطهم عليها دلوقتي. اهو يا جماعة، هي دي نص معلقة صغيرة من الملح، عشان الطماطم كل ما هتغلي هتحدق، فانا مبحبش احط بصراحة ملح كتير. وهجيب طبعا اهو فلفل اسود، احط حتة تانية طبعا عشان حتة الملح دي مش هتكفي، يعني قد معلقة شاي صغيرة خالص من معالق الشاي هنحطها كده. تمام كده اهو يا جماعة، هي دي نص معلقة صغيرة من الملح، عشان الطماطم كل ما هتغلي هتحدق، فانا مبحبش احط بصراحة ملح كتير. وهجيب طبعا اهو فلفل اسود، احط حتة تانية طبعا عشان حتة الملح دي مش هتكفي، يعني قد معلقة شاي صغيرة خالص من معالق الشاي هنحطها كده. تمام كده تمام كده، نقلبهم بس شوية.
تمام كده. الشكل بصراحة يعني حتى والله يفتح النفس. وهو حتى ني، البامية وهي نية كده حلوة تفتح النفس. نسيبها تعيش مع نفسها. تغلي بس كده شوية وبعدين هنقدمها مع بعض.